مبارك بوصفا يوجه رسالة مميزة لإلياس المالكي رغم الإقصاء من نصف نهائي دوري الملوك. وقال مبارك بوصفا في تصريحات بعد اللقاء ما يلي: سي إلياس هو اللي دار الفرقة ديالو، يعني هو اللي جمع الفرقة، وكنقولوا ليه شكرا. جينا هنايا ورفعنا الرايه ولعبنا للمغاربه كاملين وفرحناهم، وكنا باغيين نفرحوهم اكثر ونوصلوا للنهائي، ولكن كما قلت ما كتبش الله، وشويه التحكيم كان ضدنا وكذلك القانون ديال المسابقه. ولكن ماشي مشكل، وحنا باغيين نكملوا بشكل ايجابي. وبغيت نشكر الدراري كاملين وبغيت نقول لهم شكرا على المجهودات اللي داروا وتبارك الله عليهم. وللإشارة فقد انهزم المنتخب المغربي ضد المنتخب الكولومبي بنتيجة 2-0، وعرفت المباراة قرارات تحكيمية ظالمة من الحكم في حق المنتخب المغربي، من بينها إلغاء هدف لمبارك بوصفا من ضربة جزاء، وكذلك إخراجه بطاقتين صفراوتين في وجه مبارك بوصفا وأشرف سعود في آخر دقيقتين من عمر المباراة، برغم من أن اللاعبين لم يقوما بأي تدخل خشن.